بنيون بثلاثة مكونات يجي طري وكروستيون في نفس الوقت ومغلف بلاقام جديدات على باتا غلاسي المرجان. ناخد زوج باكيات تاع لي بسكوي قيس 400 غرام ونرحيهم مليح. ناخد لا كريم دو نوازيت غوشي المرجان ونفرغ قيس 300 غرام يعني النص تاع لو بو ونرمل المليح بصبعتيه. ومن بعد ناخد لا باتا غلاسي بلانش ندوب 8 لي مورسو ونفرخها وهي سخونه باش تطرى العجينه. نلم كلش وتقدروا تنقصوا كميه لا كريم دو نوازيت غوشي بصح تزيدوا كميه الكلاصاج بلون يعني تذوبوا كتر. شكلوا ينبول اذا ما تلمتش زيدوا ذوبوا شويه لا باتا غلاسي وزيدوها باسكو هذا يعود على حساب البسكوي اللي تستعملوه. نشكل دي بول تاع 30 غرام ونغلاسيهم لاقام جديده تاع لا باتا غلاسي المرجان. نبدا بلو غلاساج غوشي اولي، نحط لي بول داخل الغلاساج باش الحبه تتغلف كامل ومن بعد نحطهم ديريكتومون في الفريغو باش البندق يشد ويقعدوا بغيون. نزيد ندوب لو غلاساج اولي ونغلف به الحبه بهذا الشكل. ناخذ لو غلاساج نوار غوشي ندوبو ونغمس لداخل البنيون ونحطهم ديريكتومون في الفريغو باش النوازيت تشد روحها ويقعدوا بغيون. وهنا درت لو غلاساج نوار دوبتو تانيت وغلاسيت به لي بول. هنا كيف رحيت زوج باكيات تاع لي بسكوي قيس 400 غرام. ناخذ لا باتا تارتيني غوشي المرجان ندير قيس 300 غرام ونرمل مليح ومن بعد ناخذ لا باتا غلاسي نوار ندوب 8 لي مورسو منها ونفرخها وهي سخونه باش تطرى العجينه. نلم كلش ونشكل دي بول تاع 30 غرام. ندوب لو غلاساج غوشي بلون، نحط لي بول داخل الغلاساج باش البندق يشد في لابول والحبه تتغلف كامل. نزيد ندوب لو غلاساج بلون ونغلف به الحبه بهذا الشكل وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. يجوا بزاف بنان وبريزونطابل.